طب بص يا عم، هو مش العقل الباطن ده بياخد كل معلوماته من العقل الواعي؟ طب خلاص بقى، انا هضحك عليه وادي له معلومات حلوه بحيث يروش عليا كده ويظبطها. انا سعيد، انا سعيد، انا سعيد. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انا ليه ما بقتش سعيد؟ طب نجرب حاجه تانية مثلا ممكن تنفع. انا غني، انا غني، انا غني، انا غني، انا غني، انا غني. هودي الفلوس دي كلها فين؟ ايوه، فين ال 20 جنيه اللي عليك يا ميمي؟ هو انا لسه ليه فقير؟ ما بقتش غني ليه؟ شكرا لحضرتك يا فندم. اتمنى والله تكون الاستفه المره دي عجبت حضرتك، وان شاء الله الحشيش بتاع المره الجايه هيكون افضل من كده كمان. حضرتك كده لا بقيت غني ولا بقيت سعيد، حضرتك كده بقيت اهبل. مفيش حاجه اسمها كده، ولا ما كانش حد غلب يعني. اول حاجه المشاعر المصاحبه للكلام او الحدث اللي حصل قدامك، لذلك تلاقي نفسك الكلمه الوحشه اتخزنت جواك بصوره عنيفه جدا وتفتكرها حتى لو بعد 30 سنه، لان طبيعتنا بتتفاعل مع الحاجات السيئه اكتر بكتير من الحاجات الكويسه. لذلك عشان تشوف كلمه تاثير انا سعيد عليك لازم تكون مرتبطه بمشاعر مصاحبه، ما تكونش مجرد كلمه انت بتقولها كده وخلاص. ما كانش حد غلب يعني.